يتعلم يعمل كل حاجه بايده. تمام. فبالله عليك يعني ما تجريش الفيديو عشان تفهم التفاصيل بتاعت التجنيد، عشان لما تجيب بوصه جديده تحافظ عليها. تجنطها كده بالطريقه دي. السلام عليكم اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش يا جماعه اليومين دول الواحد مش عارف ينزل البحر عشان الشغل والدنيا يعني مشاغل وكده، بس ان شاء الله هنعمل لكم فيديو حلو للسمك باذن الله. بس ادعوا لنا كده بس الدنيا تمشي وننزل ان شاء الله البحر اليومين اللي جايين دولت ونعمل معاكم، نعمل لكم فيديو حلو ان شاء الله. النهارده بس في فيديو مهم جدا. النهارده كل واحد جايب بوصه جديده زي كده اهي، بوصه جديده اهي. تمام. بياخدها ويتوكل على الله يروح يصطاد. وهو بيصطاد تقوم عقله شرخه، تقوم عقله مكسوره، تقوم اللبلوب، العقله اللي تحت اللبلوب تقوم مشروخه، فيرجع يجيب عقله جديده ويغير العقل. فانت امن نفسك. امن نفسك ازاي؟ انك تجنط البوصه كده. قربي كده، انك تجنط البوصه كده. بص التجنيط اهو، يا رب يكون باين. تجنيط اهو، تبقى مجنط البوصه بالشكل ده. لما تكون مجنط البوصه كده، الحمل لما يبقى على الحرف بتاع العقله تمام، ما يخليهاش الشرخ، يحافظ عليها ويخليها في امان فتره طويله. التجنيط ده بيتفك، مش ما بيتفكش، بس بياخد وقت طويل، وقت طويل قوي عبال ما الامير يتحل والتجنيط يتحل وكده. فالنهارده انا عاوز اوريكم التجنيط ازاي، لان انا صحابي كتير فبيجوا يقولوا لي حماده احنا عاوزين نجنط البوصه بتاعتنا ويجيبوها لي. وفي اللي بيروح للمحلات بره، في المحل بره بيعملوها ب70 وب60 وب50 حسب المحل يعني، وحسب اللي شغال في المحل. احنا مش بنقطع عيش حد، كل واحد ده رزق وربنا مقسمه له. لكن احنا بنقول ايه؟ الصياد يتعلم يعمل كل حاجه بايده. تمام. فبالله عليك يعني ما تجريش الفيديو عشان تفهم التفاصيل بتاعت التجنيط، عشان لما تجيب بوصه جديده تحافظ عليها. تجنطها كده بالطريقه دي. تمام. وتحافظ عليها. هنوريك ازاي تجنط. تمام. وازاي تحافظ على بوصتك. تمام. ما تجريش بقى عشان تفهم وتستوعب التجنيط ده ازاي. تمام. واحنا يعني احنا كلنا بنتعلم من بعض، مفيش حد احسن من حد، كله بيتعلم من بعض. انا في حاجات كتير بتعلمها من ناس كتير. تمام. والتعليم مش وحش، ان انت تتعلم ده مش وحش، بس اهم حاجه تبقى انت واثق من اللي انت بتتعلم منه. دي واحد. اتنين، تشوف هو فعلا بيعمل حاجه صح ولا غلط. تلاته، مش اي كلام يتقال لك تصدقه، لان انا شايف في اليومين دولت في ناس ياما قوي بتلخبط في حاجات كده. الله يسهل لهم. تمام. مش يعني احنا الله يسهل لهم، مش هنتكلموا على حد. تمام. هنوريكم دلوقتي التجنيطه ازاي. تمام. بدل ما تروح تجنط عند حد، تجنط انت حاجتك بايدك. تمام. ما تجريش بقى الفيديو ويلا بينا. بص انت اول حاجه بتعملها بتجيب العقله كده اهي، وبتجيب الخيط بتاعك. انا بشتغل بالبريد، يعني انا البريد ده تمام، انا بشتغل بيه، بجنط بيه. ده البريد ده مش جديد، البريد ده مستعمل. في ناس بتحط بريد على المكن بتاعهم، بياخد فتره معينه كده وبعد كده بيغيروه. انا بجيبه منهم بقى، الناس دي بجيب البريد ده منهم وبجنط بيه. لان البريد اولا بيبقى كل 10 متر لون، فبيبقى شكله حلو في التجنيط. دي واحد. ثانيا البريد جامد، فلما بتيجي تجنط بيه وتحط عليه الامير بيبقى زي الحديد. تمام. هوريكم ازاي. اول حاجه بتمسك طرف الخيط بتاعك كده وبتحطه كده اهو بالطريقه دي، باين. تقوم حاطه كده وتقوم ماسك كده اهو صبعك على الحرف اهو، بحيث اللي هو ما يجريش. وتبدا بالراحه خالص هنا، ما تشدش اول لفه، ما تشدهاش، لان اول لفه لو شدتها تمام هتلاقي كله ده بيجري منك. وتنزل تحت العقله بحاجات بسيطه، تحت الحرف بتاع العقله بحاجات بسيطه، وتلف وما تشدش برضو. تمام. بعد 4-5 لفات تبدا تشد على الخيط بتاعك اهو. بص تبدا تشد على الخيط بتاعك كده اهو، كده اهو، وترص. تشد وترص، تشد وترص اهو كده اهو بالطريقه دي. تمام اهو. خلاص.
تمسك بقى الحرف ده بصبعك ده اهو، بص الصبع ده فين اهو، الحرف فين اهو، تمسكه كده وتبدا ترتب اللي انت عملته اهو كده اهو، تبدا تلف على العقله كده اهو، ترتب اللي انت عملته اهو. بعد كده تشد تاني وتبدا ترص تاني اهو. البريت غالي، فانت عشان تروح تجيب بريت جديد وتجنط بيه يبقى حرام عليك، لان البريت ده غالي. فانا بعمل ايه؟ بشوف الناس اللي بتغير البريت بتاعها من على المكن وباخده، بيبقى زي ما هو اكنه جديد بالظبط، ما حصلوش اي حاجه، وتاخد منه النضيف وتشتغل بيه زي ما انت شايف كده. تمام. التجنيطه دي في المحلات والله العظيم في ناس بتعملها ب 70 وب 60 وب 50. انت ما بتشتريش حاجه، انت بتروح تودي له البوصه وتقول له عايز اجنطها، يقول لك 50 واللي يقول لك 60 واللي يقول لك 70 حسب ايه. هو ما بيبقاش بيجنط ببريد. تمام. وبعدين الكربون غير البوص العادي، يعني البوص العادي بيبقى ليه طريقه والكربون ليه طريقه. ايه هي الطريقه ما بين الكربون والعادي؟ الكربون العقل بتاعته ضيقه، تمام، فبيبقى عاوز خيط رفيع خالص عشان العقل ما تشحطش منك في بعضها. تمام. لكن العادي البوص العادي اللي هو الفايبر العادي بيبقى اصلا العقل بتاعته واسعه، فتيجي تجنطه باي خيط مفيش منه مشكله يعني، لان العقل بتاعته واسعه فما بتتشحطش على بعضيها. زي ما انت شايف كده تفضل تلف كده اهو وتستعدل اهو. بصوا اهو انا بستعدل كده اهو الخيط بتاعي اهو، مفيهاش اي حاجه صعبه، سهله جدا. الفرق كله بس ان انت ترص صح وما تستعجلش وانت بترص على مهلك خالص، لان انت لسه مبتدئ، غير لما يبقى ايه انت ايدك شغاله على طول في الحاجه. يعني انت لما بتكون لسه مبتدئ في الحاجه بتفرق. زي ما انت شايف كده انا برص وبلف اهو. دلوقتي بقى ايه اخترعوا التجنيط اللي هو بالمكن، بس طبعا ما حدش عنده الكلام ده دلوقتي هنا في مصر، يعني ما فيش الكلام ده دلوقتي في مصر، فصعب ان انت تلاقي حد عنده ايه تجنيط بالمكن، مع انه احسن بكتير من اليدوي. بس ما فيش حد عنده الكلام ده طبعا، ومفيش حد عنده الامكانيات دي لانها غاليه طبعا، حاجات غاليه كلها. زي ما انت شايف كده بترص اهو اهو اهو. خلاص كده انا عملت ايه 2 سم مثلا تجنيط اهو. قاطع انا حته بريد لوحديها اهي، اهي عباره عن طرفين، طرف حته صغيره كده وتانيها على 2 اهي، شايفينها باينه؟ تمام. واقوم حايطها كده اهو اهو، شايفين الشكل اهو، وابدا الف تاني اهو اهو. هقول لك دلوقتي ايه لازمه الحته اللي انا قاصصها دي وحايطها على 2، هوريها لك دلوقتي. دي اللي هتربط معايا التجنيط، دي اللي هتخلي التجنيطه اللي انا بعملها تبقى ليها رابطه، لان انا مش هينفع اربط غير بالطريقه دي، هي ملهاش غير الرابطه دي، ملهاش اختراع تاني يعني. تمام. زي ما انت شايف كده اهو انا بلف اهو، بلف اهو زي ما انت شايف. بصوا لما الخط يلف منك كده غلط ارجع تاني، وانت ما وراكش حاجه، انت قاعد بتتسلى في بوسطك، مش انت مثلا موديها لحد، انت قاعد بتتسلى بتتعلم بمعنى الاصح. انا اول ما اتعلمت كده، قعدت ومسكت بوستي وفلتت مني مره واثنين وثلاثه واربعه، وبرضه عدت تاني وتالت ورابع. المهم اللي انت في الاخر بتتعلم. خلاص لفيت انا شويه حلوين، بقوم ماسك كده واقوم قاطع الخيط بتاعي الاساسي اللي انا بلف بيه، واقوم شادد دي كده لفوق اهو. بصوا باينه ماما اهو، بص اهي سهله جدا. بقوم مدخل ده في قلب الخيه اللي هي الحته اللي انا قاطعها اهو كده، يا رب تكون باينه اهو كده اهو. بصوا يا جماعه اهي دخلت جواها، تمام باينه. واقوم جايب دي طرفين اللي هم الصغيرين اللي انا قصيتهم واقوم شاددها لفوق كده اهو اهو. بصوا باينه وانا بشد، يا رب تكون باينه. حطيت الخيه دي بقت تحت التجنيطه، لفيت التجنيطه بتاعتي، وبعد كده شديت الخيه جابت لي الطرف فين جوه التجنيط. بعد كده بتجيب القطر او اي حاجه كده تقوم قاطعه زي ما انت شايف كده اهو. خلاص بقت ايه بالشكل ده. تقوم جايب الامير بقى. اهم حاجه يا جماعه الامير بقى في الموضوع ده، الامير اهم حاجه. اول حاجه تعملها الطرف اللي فوق. ليه الطرف اللي فوق؟ عشان ما يجريش منك والتجنيطه تتحل كلها.
كده زي ما انتوا شايفين كده اهو، بفضل الف كده بالامير زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده بنزل على الطرف اللي تحت اهم حاجه، والحته اللي ايه اللي فيها الطروف بتاعتي بتك عليها شويه في الامير، بديها شويه امير زياده بحيث ان انا ايه أأمنها يعني متتحلش اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا عملت الامير خلاص، بقوم جايب اي حاجه كده اقوم ايه زي ما انتوا شايفين كده ايه، افضل ايه اغذي الامير بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، اريح الامير بتاعي عشان ما يعملش علو في العقل، عشان العقله ما تشحطش مني اهو زي ما انتوا شايفين كده. بفضل ايه الملي في العقله بيفرق تمام. والبوص ده بيبقى وزن، يعني اي بوصه بتبقى عباره عن وزن، عقل وزن بعضيها ببعضيها. لو عقله اتقل من عقله ممكن العقله اللي تحتها تتكسر، عشان تبقوا واخدين بالكم. يعني مش اي واحد يكسر عنده عقله يروح يغيرها ويجيب اي وزن ويحطها، هي مش كده، هي لازم يبقى لها وزن. ده طبعا في الكربون يعني، مش في البوص العادي. البوص العادي بيتحط له اي بوص اهو تمام اهي زي ما انتم شايفين كده الشكل العام بتاعها اهو زي ما انتم شايفين. الراس اهي. بصوا بقى يا جماعه، بصوا بقى البريد بقى، الشكل بتاع البريد بقى. بصوا شكل البريد، بص شكل البريد بقى عامل ازاي. بصوا بصوا بدأت بخضر، وهنا اولها بخضر وبعد كده راحت عامله اللون التاني، ولما اجي اعمل العقله اللي بعديها هتبقى لون تالت خالص، هتبقى لون تاني خالص. هيبقى مثلا اولها كده، اولها اللون ده وبعد كده تتغير بلون مثلا اصفر مثلا تمام، والاصفر يقوم ماسك العقله اللي بعديها، يبقى 3 الوان مثلا في البوصه. 3 الوان دولت بيدوا شكل حلو قوي زي ما انتم شايفين كده تمام. هنكمل التجنيط، ولو عاوزين نعيدها لكم تاني اعيدها لكم، بس هيبقى الفيديو طويل قوي يعني. فانتوا لو عاوزين نعيدها لكم، لو انتوا عاوزين نعيدها لكم اكتبوا في الكومنتات اللي انا اعيد لكم التجنيطه تاني، هعيدها لكم واوريها لكم تاني تمام. بس انا الفيديو ده دلوقتي عمل حوالي 12 دقيقه، فمش قادر ان انا ايه اعمل لكم عقله تانيه، فهياخد وقت تاني. فانا دلوقتي ايه وريتكم دلوقتي واحده. لو انتوا عاوزين بقى تشوفوها تاني اكتبوا في الكومنتات، وما تنسوش اللايكات، واكتبوا في الكومنتات اي حاجه انتوا عاوزينها تعليميه بالنسبه للغاوي الصيد يعني. اي حاجه عايزين تتعلموها اسالوني فيها، وانا لو اعرفها واعرف المعلومه بتاعتها والله هوصلها لكم باسهل ما يمكن تمام. انا بحاول اوصل لكم المعلومات اللي انتوا هتحتاجوها تمام. احنا في موسم البطاطا تمام، اللي محتاج اي وصف لاي عده للبطاطا تمام انا تحت امره تمام. والشراغيش اليومين دولت الموسم بتاعهم برضه، اللي محتاج برضه اي وصف في اي عده يكتب لي في الكومنتات، وانا تحت امركم في اي وقت. واسيبكم على خير، متنسوش بقى اللايك والشير. السلام عليكم.